السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي بسمة ستوريز، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واش عمركم تخيلتوا يكون شي إنسان غني لدرجة أنه يقدر يهبط ثمن الذهب في دولة كاملة غير حيت عطى صدقات بزاف؟ اليوم غادي نحكيو على قصة شخصية تاريخية كيعتبروها بزاف ديال الباحثين أغنى إنسان عرفو التاريخ. ماشي رجل أعمال عصري، ماشي ملياردير ديال شركة التكنولوجيا، ولكن سلطان عاش في القرن الرابع عشر. كنهضروا على مانسا موسى، حاكم إمبراطورية مالي. في ذاك الوقت غرب إفريقيا ما كانش منطقة عادية. إمبراطورية مالي كانت كتسيطر على طرق التجارة الصحراوية، وكانت مصدر رئيسي للذهب في القرون الوسطى. الذهب ديال إفريقيا كان كيمشي لأوروبا، للشرق الأوسط، وحتى لآسيا، وكانت مالي من أكبر المنتجين ديالو. منين تولى مانسا موسى الحكم تقريبا سنة 1312 ورث دولة قوية وغنية، ولكن هو ما بقى غير محافظ عليها، وسع النفوذ ديالها ونظم الاقتصاد وخلاها توصل للقمة الازدهار. سنة 1324 قرر مانسا موسى يدير رحلة للحج إلى مكة، ولكن ما كانش رحلة عادية. المصادر التاريخية كتذكر أن القافلة ديالو كانت فيها آلاف الأشخاص، جنود، خدم، تجار وعلماء، وكانت معاه مئات الجمال، وكل جمل كان حامل عشرات الكيلوغرامات من الذهب. في طريقه داز من مصر، وبالضبط من القاهرة، وهنا وقع الحدث اللي خلى سميتو دخول كتب التاريخ. مانسا موسى بدا كيقدم هدايا وصدقات ضخمة من الذهب للناس، للحكام، وحتى للتجار. الكمية كانت كبيرة بزاف لدرجة أن السوق عمر بالذهب، وكيقول المؤرخين أن ثمن الذهب في مصر طاح وبقى متأثر سنوات طويلة بسبب ذاك الفائض المفاجئ. تخيلوا شخص واحد يقدر يأثر على اقتصاد منطقة كاملة، ولكن واش كان غير غني؟ لا، منسى موسى كان كيآمن بأهمية العلم والمعرفة. من بعد رجوعه من الحج جاب معاه علماء ومهندسين ومعماريين، ساهم في بناء مساجد ومدارس، خصوصا في مدينة تومبوكتو اللي ولات مركز علمي كبير في إفريقيا. الطلبة والعلماء كانوا كيجيو ليها من مناطق بعيدة، وكانت فيها مخطوطات وكتب في الفلك، الرياضيات والفقه. يعني الثروة ديالو ما كانش غير فلوس، كان استثمار في العلم والبناء الحضاري. في خرائط أوروبا في ذاك العصر كان اسم مانسا موسى مرسوم كملك جالس فوق العرش وحامل كرة من ذهب في إيده. هذا دليل على أن العالم كان عارف بقوة وغنى إمبراطورية مالي. بعض الدراسات الحديثة كتقدر أن الثروة ديالو بقيمة اليوم ممكن توصل لمئات المليارات من الدولارات، ولكن من الصعب نحسبوها بدقة حيث الاقتصاد في ذاك الوقت ما كانش كيف اليوم. قصة مانسا موسى كتخلينا نفكروا، واش الغني الحقيقي هو حجم الفلوس ولا التأثير اللي كتخليه في العالم؟ هو قدر يستعمل ثروته باش يدعم الدين، العلم والعمران، وخلى أثر باقي حتى اليوم. لكن في نفس الوقت الواقعة ديال مصر كتبين أن حتى النية الطيبة تقدر يكون عندها تأثير اقتصادي كبير ما كانش محسوب. التاريخ كيورينا اليوم أن القوة الاقتصادية تقدر تبني حضارة وتقدر تغير مسار مدن كاملة. وقصة مانسا موسى ماشي غير حكاية على الغنى، ولكن درس المسؤولية في التأثير وحتى القيمة الحقيقية ديال الثروة. دابا قولوا لي في التعليقات، إلا كان عندك ثروة بحال هادي كيفاش غادي تستعملها؟ واش غادي تبني مشاريع ولا غادي تستثمر في العلم؟ إلا عجبتكم هاد القصص التاريخية الملهمة ديروا لايك وشاركوا الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في بسمة ستوريز، حكايتي بصوتي.
حيت القصة الجاية ممكن تكون أكثر إدهاش. هنا غنكون وصلت لنهاية الفيديو ونشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم.